مضى الله عدة عروض من المحتمل أن تعجل برحيله عن الدوري النرويجي، خصوصا أن قيمته بسوق الانتقالات وصلت لأرقام مهمة. المزيد من التفاصيل مع محمد عبد الرزاق ومحمد جدية. هل سيغادر الدوري النرويجي أم سيستمر فيه؟ هكذا بدت التساؤلات تلوح في الأفق حول بقاء عبد الرزاق حمد الله مع فريق أليسوند النرويجي. وحسب المتتبعين فإن حمد الله ربما يخوض موسمه الأخير. قناة الرياضية استغلت وجود اللاعب خلال تدريب أولمبيك أسافي بسبب توقف الدوري النرويجي مؤقتا. رئيس النادي قال لي بانه كاين شي عروض غادي يحاول انه يعني يدرسهم، وكيف ما قال لي على انه عرض مناسب يعني كيستافد منه الفريق وكيستافد منه حمد الله، غادي نترك الديار النرويجيه ان شاء الله. حمد الله يخوض موسمه الثاني رفقة فريق أليسوند، وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقب هداف الموسم الماضي الذي انتزع منه في اللحظات الأخيرة. قوة أو الندية اللي في الدوري النرويجي وخصوصا في المهاجمين، فما تحسم لقب هداف بطولة حتى الدورة الأخيرة. يعني درت لي في جهدي، جميع المقابلات حاولت أنني نسجل فيهم، ولكن المقابلة الأخيرة ما جابش الله، وهذه هي كرة القدم. يعني مرة تفوز مرة تخسر، مرة تدي لقب مرة ما تديش، وبالعكس هذه بداية وتحفيز لي باش على الموسم المقبل إن شاء الله أنني إلا بقيت في الفريق ديال أولسن نفوز بلقب هداف إن شاء الله. وحسب سوق الانتقالات فإن حمد الله بات ثمنه يفوق 6 ملايين أورو، ووفقا لتقارير إعلامية فإن أندية من تركيا وإنجلترا وفرنسا أبدت استعدادها لدفع قيمة هذا اللاعب وجلبه إلى صفوفها. إلى منافسة البطولة الوطنية وقسمها الثاني في جولتها 14، المتصدر شباب أطلس خنيفر عاد إلى دياره بفوز ثمين، وبالملعب البلدي بتمارا الاتحاد المحلي التحق بالمقدمة بعد فوزه على شباب المسيرة بهدف نظيف. نتائج الدورة مرفوقة بالترتيب. دوليا، توفي صباح اليوم الأحد أسطورة كرة القدم البرتغالية والعالمية أوزيبيو عن عمر يناهز